السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف محمد. اليوم غادي نشارك معكم هذه تحلية سهلة سريعة وبزاف بنينة. توجد معكم في 10 دقائق وتتكون من طبقتين، طبقة من الفلون وطبقة ثانية من الفواكه. تحلية منعشة وبمكونات بسيطة. نبداو على بركة الله. أنا هنا كنت قطعت كمية من الفواكه، كان عندي حبة تاع بنان وكمية من الفريز وزوج حبات من التفاح اللي كنت قطعتهم أيضا إلى مكعبات بهذا الشكل. فرغوهم في ريسيبيون بهذه الطريقة، نخلطوهم شوية ونجو نضيفوا لهم 2 ملاعق كبار من السكر، سكر عادي، وعصرة من الليمون هكذا بهذا الشكل، ونحركوهم كامل ونخلوهم على جهة يستراحوا. انا هنا كنت زدت لهم شريحة من الليمون وخليتهم على جنب. ونروحو نوجدو الطبقة تاع الكريمة تاعنا. في كسرونة نديرو نصف لتر من الحليب مع 2 ملاعق كبار من النشاء وعلبة تاع فلون بذوق الفاني ما يعادل 50 غرام. ونخلطو كامل المكونات تاعنا بالفوي بارد في بارد، ونروحو نحطوهم على النار اللي تكون هادئة مع التحريك المستمر بهذا الشكل حتى تعقد معنا الكريمة وتحصلوا على كريمة متماسكة بهذا الشكل. ونروحو نحضروا الكؤوس تاعنا. انا استعملت هذا الكؤوس، نتوما استعملوا اي كؤوس تكون عندكم. كنت فرغت طبقة من الكريمة تاعي كما راه موضح في الفيديو. ديروا طبقة لا بأس بها. انا هذه الكمية دارت لي 4 كؤوس كما راه موضح في الفيديو. خلوهم على جهة يبردوا لمدة نصف ساعة حتى تتماسك لنا الطبقة الاولى. ونروحو نجيبو سلطة الفواكه تاعنا ونبداو نعمرو في ليفيرين تاعنا بهذه الطريقة. ديروا كمية معتبرة من الفواكه وعمروهم على كامل الجوانب. وهنا ماشي شرط ديروا الفواكه كما درت انا، تقدروا ديروا الفراولة وحدها وتقدروا ديروا حتى البنان وحده، ولا ديروا الفواكه اللي نتوما تفضلوها. المهم ديروا كمية معتبرة من الفواكه بهذا الشكل حتى تجيكم طبقة باينة. شوفوا ما شاء الله كيفاش يجوا الطبقات تاعنا باينين. انا هنا كنت كملت كامل الكمية تاعي. ونروحو نوجدو الطبقة الأخيرة. في كاسرون نديرو كأس من عصير البرتقال مع ملعقة متوسطة الحجم من النشاء، ونخلطو كامل المكونات تاعنا. اللي يحبوا الحلاوة تقدروا تزيدوا حتى ملعقات سكر، ونخلطوهم جيدا ونحطوهم على النار حتى تعقد معنا الكريمة بهذا الشكل. ونجيبو نديرو الطبقة تاعنا فوق الفواكه بهذا الشكل باش يجيونا متماسكين. هذه الطبقة اختيارية، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. بهذا الشكل نفرغوا الكمية تاعنا كامل ونحطوهم في الثلاجة يبردوا لمدة ساعة ويتماسكوا، ونروحوا نقدموهم. للتزيين يكون اختياري، تقدروا تخلوهم كيما راهم. انا كنت درت لهم حبة تاع فريز، كنت قسمتها على 2 ودرت لهم شريحة من الليمون وقدمتهم بهذا الشكل. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش تتوصلوا بكامل الوصفات.